الله على الجمال. مين يصدق ان دي بطاطا؟ اه والله بطاطا. ايه رأيكم؟ اللي ولاده ما بيحبوش البطاطا يعملوها بالطريقة دي، حاجة عظمة والله العظيم، طعمها تحفة. السلام عليكم محترمين اليوتيوب، لايك وشير وسبسكرايب لمنوعات لولو ورندا. اتمنى تحطوا اللايك، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم اشعار بيه. واتمنى تشاركوا الفيديو بين اصدقائكم عشان تعم الفايده للجميع. واتكلمنا كتير ويلا بينا على الفيديو السهل البسيط. مقاديرنا ايه يا لولو؟ مقاديرنا 2 حبة من البطاطا حجم وسط. همسكهم هغسلهم واقشرهم واقطعهم زي ما انتوا شايفين كده، او ممكن كمان نبشرهم، ونحط عليهم نص كوباية من المية ونحطهم على النار لغاية ما يتسلقوا. ومعانا كمان 2 باكت من الكريم كراميل. احنا عايزين 2، فهنجيب العبوة اللي هي اقتصادية دي. وهحتاج كمان كيلو من الحليب. تمام تمام. كل شغلنا في الخلاط. هجيب الخلاط وهحط كده البطاطا المسلوقة مع لتر الحليب او لتر اللبن. وبعد كده هبدأ بقى احط السكر. انا هنا حطيت 4 معالق من السكر، وكان السكر بتاعه كان مظبوط جدا. السكر على حسب ايه اختيارك انت، او زي ما انت بتحبيه. حطينا ال4 معالق من السكر. وبعد كده هبدأ انزل بقى بالكريم كراميل البودر، الكيسين الموجودين اللي هما البودرة. هنزل بأول كيس وهنزل كمان بتاني كيس. في بقى مع العبوة اللي هو العسل بتاعها او السكر بتاعها ده هنركنه على جنب، هنشوفه بعد كده هنستخدمه في ايه. بعد كده هاخد كل بقى الخليط بعد ما حطيت العبوتين. هعزز الطعم بايه بقى؟ انا هنا حطيت معلقتين من الكريم شانتيه، ده اختياري. ممكن كمان تحطي معلقتين قشطه. ممكن تستغني عن القشطه وعن الكريم شانتيه براحتك. بس حطي حاجه من الاتنين بتعزز الطعم وبتخليه حلو جدا. وكمان هحط شويه صغيرين كده من الفانيليا. وبعد كده هضرب بقى كل الخليط ده في الخلاط. هضربه بقى كويس جدا جدا في الخلاط. هنا بقى ضربنا الخليط اهو، بصوا بالشكل ده. انا حبيت ان انا اصفي الخليط عشان بيبقى كده الحاجات بتاعت البطاطا دي. فانا هنا صفيته بمصفى وحطيته في الحلة، وهبدأ بقى ارفعه على النار. مش عايزة تصفيه براحتك، بس عشان يديكي قوام ناعم جدا الافضل انك تصفيه. هبدأ بقى احطه كده على البوتاجاز على النار هادية. انا مش عايزاه يتقل يبقى زي المهلبية، لا. اول ما احس ان هو كده يعني ابتدى يتقل خفيف كده، في المرحلة دي خلاص انا كده هطفي عليه. مش عايزاه يتقل اكتر من كده. يعني ما بيقعدش دقيقتين كده 3 على النار. بس اهم حاجة ايدي في التقليب فيه عشان ما يلزقش في قاع الحلة. وهقلبه كده على نار هادية جدا لغاية ما اوصل للسمك المناسب، ما يبقاش تقيل. هنا بقى جبت القالب، اي قالب بقى انت عايزاه حطي فيه. انا بقى استخدمت القالب بتاع الكيك ده. هجيبه هحط بقى اللي هو العسل اللي موجود في الكريم كراميل هاخد الكيسين بتوعه وهحطهم في القالب زي ما انتوا شايفين كده. وهبدأ اوزعه بفرشة. ممكن تعملي حاجة برضو، ممكن تستخدمي كيس والكيس التاني برضو حطيه على الوش، بس مش هتحتاجي، هي كانت طعمها تحفة. هحط بقى الكيسين كده، ممكن تعمليها في صينية في اي قالب انت عايزاه براحتك خالص. انا حبيت احطها في القالب عشان تديني شكل حلو كده، وتبقى ايه يعني حلوة كده. العين بتاكل ايه قبل البق يا جماعة. هبدأ بقى احط كده اوزع بقى العسل في القالب كله زي ما انتوا شايفين كده بالفرشة. وبعد كده طبعا هنزل بقى بالخليط اللي احنا عملناه بص هو سخن اهو. هنزل بيه، وبعد ما هنزل بيه هسيبه يبرد خالص. وبعد كده هدخله على التلاجة. انا بقى عملته بالليل وسبته لتاني يوم الصبح، كان بالشكل ده. هنا هحطه بقى في التلاجة. دلوقتي ده طلع اهو من التلاجة، سبته لتاني يوم
الصبح، وبدأت بقى اطلعه. هنطلعه ازاي؟ ميه سخنه، حطي القالب حوالي 5 دقايق هتلاقيه فك معاكي، وهتقلبيه بالشكل ده. طعمها حلو جدا، ولادك هيحبوها. حاجه جديده. غير البطاطا التقليديه اللي احنا بنعملها، سواء مشويه او مسلوقه او في صينيه. حلوة قوي قوي قوي، طعمها هتجربوه بجد. بجد هتحبوا، اللي ما بيحبش البطاطا هيحبها بالطريقة دي. بصوا بقى القوام بتاعها، تحفة والله العظيم، جميلة جدا، ناعم جدا. وده طبعا عشان احنا صفيناها، فالافضل ان انت تصفيها تديكي النعومة دي. بتقطعي كده، بصي بتنزل على القلب كده والله العظيم. تحفة ما شاء الله، حلوة جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها، هتعجبكم قوي قوي قوي، وولادك هيحبوها. طعمها لذيذ بجد. وألف هنا. ويا رب إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم، والوصفة تكون عجبتكم. حبايب قلبي، ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.